فكر في خلاص من الدين بالانكسار أمام الله. أنا في مطار جدة جايكم هنا، اتصل علي رقم فرددت عليه، والله لا أعرفه. قال: يا شيخ أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول. ايش رايكم في هالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت أستغفر الله ولزمت الفاتحة، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شفيت وقضي ديني والآن في وظيفة. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت شرحها تدبرتها. بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. ما الحول بيد من؟ القوة بيد من؟ إليه نرجع إلى من بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي إذا طرق بابه فتح؟ من السميع؟ من البصير؟ من الملك؟ من الغني؟ هو الله. انكسر ببابه، لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج. فرقنا الدنيا كلنا فينا عندنا هم، وكلنا علينا دين، وكلنا في بيته مصيبة، وكلنا عنده مريض. والله إن الأبواب لموصدة في كل مكان. ما أصدت الأبواب إلا فيه مكروبين، فيه مرضى، فيه مهمومين، فيه معيونين، فيه مديونين، فيه ولا لا يا أخوان؟ حتى الغني ولو أغلق بابه ويملك 1,000 مليون تلقاه مكتئب، يرقى بالرقية ويأكل أقراص الاكتئاب، ومهموم وخايف من بكرة، وخايف على ثروته من الرحيل، وخايف إذا رحلت لا تعود. كل الناس يريدون الطمأنينة، وكل الناس يحتاجون الصبر. ولذلك الصبر في جميع مسارب الحياة. ولذلك الصبر كما قال العلماء له 3 منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها، وصبر عن معصية الله وهو بعده، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وبعض الناس لا يعرف من الصبر إلا الصبر على الأقدار. يقول صارت علي حادث، انقلبت سيارتي صبرت، مات أبي صبرت، مات ابني صبرت. نعم، هذا من أشرف أنواع الصبر. لكن أعظم نوع من أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله. ولذلك بعض الناس ابتلوا بالنعمة فما صبروا، وبعضهم ابتلوا بالمرض وصبروا. لما ابتلوا بالنعمة؟ ما تلاحظون قبل الأسهم وقبل البيع والشراء كان الناس في يقين وفي استمرار وفي طمأنينة. بعضنا كانت صلاته عظيمة جميلة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا 10، أعطى 5 وأبقى 5. تجد فيه رحمة. لما زاد ماله، لما انسكب عليه المال من كل طريق، ترك صلاة الفجر، قصر في اللحية، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. إذن بعضنا يصبر على الأخذ ولا يصبر على الإعطاء. وابتلاء الله لأهل الإيمان أحيانا يكون ليس بالأخذ، قد يبتليك الله بالإعطاء. يعطيك أبناء فيشغلونك عن صلاة الفجر، توقظهم ثم تصلي بجوارهم. يعطيك المال فتساهم في بنوك محرمة فتحارب الله بالمال. لو ما عندك مال كان مرتاح من المساهمات كلها. يعطيك الله زوجة وتبحث عنها لأنها ذات جمال وتنسى الدين، فيعذبك الله بجمالها. كل يوم مطلع العيون ومحنية اليدين ومباخة عطر، وأنت تلاحق وراها يا مرة تستري، وإذا التفتت إليك قالت ولا كلمة، تسكت. يبتليك الله بالإعطاء أحيانا. ليس دائما الصبر بوابة الآخذ. الله قد يأخذ منك لأنه يحبك، ويعطيك لأنه يبغضك. أعطى قارون وما أعطى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قارون خسف الله به وبداره الأرض، نعم، ومحمد بن عبد الله خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي. لذا أنواع الصبر صبر على الطاعة. بعضنا قد يصبر على مرض السكر والضغط والكوليسترول وجلطة، بس ما يقدر يصبر على صيام الاثنين والخميس، لا يصبر على الصدقة من ماله، لا يصبر على صلة رحمه، لا يصبر على حفظ القرآن، لا يصبر على الجلوس بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس. ما يستطيع يصبر. يقول احمد والله أن صلينا الفجر. أنت الخسران ليس نحن، أنت الكسبان إذا جلست. لماذا ما يصبر على طلب العلم؟ تعقد لي رياض من الرياض الجنات،
علماء يأتون إلى جوامع المملكة، وهناك في الرياض علماءنا ومشايخنا، تجلس العالم تجد ما أمامه إلا 5. ليه؟ عالم من علماء الأمة قدامه 5، الباقين وين؟ اللي بلاي ستيشن، واللي يلعب ورق، واللي يشاهد كورة، واللي يتفحط، واللي رايح نايم، واللي يطعم، واللي معه الجوال، واللي داخل في النت هل ما أشغل الناس أفضل من درس علمي تحف الملائكة وأهله؟ لماذا ما جلس الناس؟ ما في صبر، لا صبر. ولذلك أحبابي إذا تحدثنا عن الصبر فإن الصبر 3 منازل: صبر على الطاعة وهو أشرفها، ما تغبطون اللي صلى الفجر. إذا عدنا طلعنا من لأعمالنا نلاحظ بعض كبار السن طالعين من جوامعنا جلسوا حتى ارتفاع الشمس، ثم صلوا 2 وقد قرأوا 3 أجزاء، سبحوا. لماذا لا نقرأ القرآن من رمضان؟ بعضنا لم يختم القرآن، ما صبر على الطاعة. إذن الصبر على الطاعة. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. لاحظوا ماذا فعلت الجوالات الذكية وهي غبية، ماذا فعل اليوتيوب www. ودخل مع الخائضين، ماذا فعلت الصور، ماذا فعلت. لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال يروح يحاربه به، ويشكل جيش المحاربين لله، ويذهب بعض بني الإسلام من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة يساهم في الحرام. لما؟ ما في صبر عن الحرام. ليه تشاهد المرأة التي مرت؟ طيب أنت مريت ليه التفت؟ طيب أنت هي امرأة ليه تلتفت؟ من اللي لف راسك؟ الله يجزاك خير. ما عدم الصبر عن معصية الله. نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، اللسان يبدأ يحكك والعسل من الشيطان، غيبة غيبة غيبة، ثم ينطق ونترتكب كبائر من كبائر الذنوب. لم نصبر عن المعصية. إذن أحبابي البعض منا يحتاج إلى أن يوطن نفسه أن يصبر عن معصية الله. الثالث الصبر على أقدار الله. وبعضنا يخرج من الطبيب، ماذا قال الطبيب؟ فيك سكر يا أبو فلان. وش واقع إذا قال فيك سكر؟ تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني أصبر عليه، بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني ولا يوقفني، إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي، لك الحمد على موهبتك. المرض موهبة، المرض عطية، المرض هدية، المرض نعمة، لكن للقلوب التي لا تتضجر.